السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم قناة عمل ايديا ام كريم. وقبل ما ابدأ الفيديو اضغطي لايك واضغطي اشتراك وفعل الجرس واضغطي على كلمة الكل عشان يوصل لكم مني ايه كل حاجة بعملها. تعالوا النهاردة كده هنعمل مع بعض البليلة بطريقة حلوة وعلى طريقة ام كريم كمان، وهقول لكم على مكون واحد هيخليها تستوي معاكي بسرعة جدا، وفي نص ساعة هتكون البليلة جاهزة معاكي ومستوية وجميلة جدا. واقول لكم كمان على خطوات برضو هتعمليها في البليلة، برضو هتبقى حلوة معاكي وجميلة ومش هتاخد وقت معاكي على النار، وهتبقى تحفة وجميلة جدا. يلا بينا كده هنشوفها مع بعض. طبعا معايا الغلة كنت منقعاها قبلها بيوم، يعني قبلها بليلة، يعني في الليل نقعتها في الليل، وتاني يوم العصر هعملها معاكم زي ما انتوا شايفين. طبعا غسلتها كويس جدا من المية اللي كنت منقعاها. اهم حاجة تغسليها كويس قبل ما تنقعيها، وبعد ما تنقعيها تغيري المية بتاعتها، لازم اهم حاجة. واقول لكم بقى على المكون اللي هيخليها تستوي معاكي في نص ساعة. هتحطي لها كده ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر. خلاص، يبقى ربع معلقة صغيرة كده من البيكنج باودر. ده حسب كمية البليل اللي انت هتعمليها. لو هتعملي كمية كتيرة حطي نص معلقة صغيرة. انا طبعا عاملة كمية قليلة، هحط كده ربع معلقة صغيرة زي ما انتوا شايفين كده للبليلة، عشان مش عايزة اكتر عشان هي كمية قليلة اصلا. وهدوبها كده قبل ما تغلي، عشان انت لو حطيت البيكنج باودر والميه بتغلي هتبصي تلاقي الميه فارت منك على البوتاجاز. لا، انت هتحطيها كده قبل ما الميه تغلي معاكي. وهنهدي طبعا عليها النار عشان تستوي معانا. اهم حاجه في البليله والفول المدمس، اول ما تغلي لازم تهدي من عليها النار وتحطيها كده على العين الصغيره. شايفين ما شاء الله استوت معايا وبقت جميله جدا جدا. والله ما اخدت معايا وقت على النار. ليه؟ عشان انا منقعاها قبلها بيوم، ومنقعاها كمان في ميه سخنه. يعني انت لما تيجي تنقعي البليله اغلي الميه السخنه وحطيها عليها، عشان ما تاخدش معاكي وقت كده وهتنفش معاكي وتبقى جميله. شايفين ما شاء الله؟ طبعا احنا مش هنغسلها ولا هنصفيها من الميه بتاعتها. اهم حاجه الميه بتاعتها، عشان الميه بتاعتها دي فيها الغذاء كله. معايا تعالوا كده، معايا 3 كوبايات من الحليب. انا طبعا عامله كميه قليله، فانا هعمل كميه الحليب قليل، يعني 3 كوبايات من الحليب يعني، او اللبن الحليب يعني. هنزل كده بمعلقتين كبار كده من من النشا. يبقى معلقتين كبار من النشا زي ما انتوا شايفين. هدوبهم كده في اللبن او الحليب، بس الحليب يكون ساقع يعني، خلاص ما يبقاش سخن. هقلبهم كده. ومعايا بقى باكو كده من الفانيليا. باكو من الفانيليا ده برضو بيخلي ريحتها وطعمها تحفة جدا جدا، بيخلي طعمها في حتة تانية. والله بجد كان طعمها جميل جدا. هقلب برضو كده مع النشا في اللبن، وهنزل بيهم كده على البليلة بتاعتنا اهو كده. بصوا بميتها بكل حاجة، وهنزل باللبن كده. اهم حاجة اوعي تغسلي الغلة بعد ما تستوي. لو غسلتي الغلة بعد ما تستوي يبقى ما فيهاش اي غذاء، وهيبقى ملهاش طعم ولا اي حاجة. اهم حاجة تكب اللبن كده، تحط اللبن عليها زي ما هي يعني بميتها وكل حاجة. هي نظيفة عامة وغسلينها كويس جدا ومنقعينها وغسلينها وكل حاجة. فأهم حاجة ما تغسليش البليلة بعد ما تستوي. هنقلب كده البليلة، عشان طبعا اللبن في النشا، فلازم نقلب كده اللبن عشان ما يكلكعش مننا. بصوا القوام بتاعه عامل ازاي، حلو جدا جدا جدا. حطيت كده السكر. اهم حاجة طبعا السكر معانا. السكر ده حسب راحتك انت، يعني حبها حلوة قوي حبها يعني مسكرة عادي كده براحتك انت. بصوا القوام بتاعها عامل ازاي، تحفة وجميلة جدا جدا. وفي ناس كمان بتحط لها رز. لا، الرز لا، الرز بيخليها طعمها وحش. وبيخليها كمان كده مش حلوة معانا يعني. لا، انتي حطي لها نشا في اللبن. النشا ده بيخليها حلوة جدا وبيديها طعم جميل جميل جدا. والله بجد جربوها، حلو جدا. وانسي بقى الرز ان انتي تحطيه في البليلة تاني. تعالوا بقى نحط لها بقى معلقة من السمن البلدي. السمن البلدي ده بيخلي طعمها برضو حلوة جدا. لو عندك القشطة بتاعت اللبن، هي بصراحة اللبن اللي كانت عندي ما فيهاش قشطة يعني، فقلت بقى احط لها كده معلقة من السمن البلدي. برضو بتخلي طعمها حلو جدا، زي اكنك كده عاملة رز بلبن، بيبقى طعمه حلو جدا. فقلت بقى احط لها معلقة سمن بلدي كده، بتبقى جميلة بصراحة وتحفة.
وخطيرة جدا يعني. تعالوا بصوا، هي مش بتاخد وقت كده، اول ما تحطي اللبن، اول ما تغلي معاكي كده وخلاص يعني، هو كله مستوي يعني، البليله بتاعتنا مستويه. اول ما تحطي اللبن وتغلي حبه كده هنطفي من عليها. تعالوا بقى ايه، نحطينا كده حبه في طبق. اهم حاجه في البليله ان هي تتاكل سخنه. والله العظيم بجد كان طعمها حلو جدا. حطيت لها كده حبه من جوز الهند زي ما انتوا شايفين، برضو بيبقى طعمه حلو كده في البليله، زي الرز بلبن بالظبط يعني. اهو. اي مكسرات عندك حطيها يعني، حبة عندك جوز هند، زبيب، فول سوداني عادي، اي مكسرات عندك حطيها للبليلة. بتبقى حلوة جدا وطعمها جميل جدا جدا. شايفين بصوا القوام بتاعها عامل ازاي؟ والله بجد تحفة. يا رب تكون عجبتكم، جربوها هتعجبكم جدا جدا. لايك للفيديو وشير للقناة لأعمال ايدي مع ام كريم، بحبكم في الله. ومتنسيش اللايك من ايدك الجميلة فضلا منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.